عاوزة تقدمي طاجن التورلي بطريقة شيك وجميلة وكمان تستغلي الخضروات بتاعة الشتا. تعالي معايا أوريكي الطريقة سهلة وبسيطة وكمان ممكن تكون جديدة لبعض الناس، بس أنا بصراحة بحب أكل خضار الشتا بالطريقة ديت. تعالوا معايا نشوف عملنا ازاي. أول حاجة طبعا هنعمل طاجن يعني لحمة موزة. هنا معايا كيلو من اللحمة الموزة، أنا قطعته قطع صغيرة علشان يستوي بسرعة في الطاجن معايا. دي لحمة صغيرة، أنا خدت كده معايا حتة سمنة حلوة كده في حلة، وبدأت ان انا انزل عليها اللحمة علشان تحمري اللحمة حلو، بلاش زيت بلاش زبدة. السمنة احلى حاجة ليها، ما بتنشفهاش وكمان ما بتحمرهاش بسرعة وتديها لون محروق كده. معايا شوية بهارات سليمة، كزبرة، لوري، حبهان، زر ورد، فلفل اسود، حبة زعتر، وكمان قرنين من الشطة اللي هم المجففين. حاولي ما تستغنيش عن الكزبرة اللي هي الحب دي، بتدي طعم حلو جدا للطاجن، بجد بتخليه روعة وبتخلي كمان ريحته حلوة جدا وطعمه مميز قوي. هنبتدي ان احنا نقلبهم كويس مع بعض. انا مش عايزة اللحمة بتاعتي تغمق، انا عايزاها يا دوبك تغير من اللون الوردي دوت وايه وتغمق شويه، لان انت كل ما تغمقي اللحمه كل طبعا ما الصلصه بتاعتك هتبقى غامقه. حطيت معايا بصلايه قطعتها كده جوانح، وبعدين حطيت معايا فصين توم سلام زي ما هما هيدوبوا في قلب اللحمه وهيبقى طعمهم حلو. معايا كده بين ايدي ورق من الكزبره، او ممكن تستخدمي كرفس بس بلاش تكتري كرفس لو هتحطيه، لان هو بيسرق النكهه يعني بيضغي على الطعم جدا. هقلب كله مع بعضه. انا ده اللون اللي انا عايزاه، لون حلو ومش غامق وفي نفس الوقت اللحمه متحمره. معايا هنا معلقتين من الخل، لا اكتر ولا اقل، بيفرقوا جدا في الطعم وفي الريحه. معايا طماطميتين انا قشرتهم بالسكينه كده من على البارد من غير ما احطهم في ميه سخنه او اي حاجه، وبعدين نزلت بيهم على اللحمه بتاعتي. استخدمت ظرف من اللي هو بتاع الصلصه بتاعتها، حلوه جدا وتركيزه حلو قوي ولونه جميل جدا، محتاجتش ان انا احط عصير طماطم. حطيت الظرف كله وبدأت بقى ان انا اشوح كده كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. طبعا اللحمة بتاعتك لو صغيرة وانتي واثقة ان هي مش بتاخد سوى، يعني في خلال ساعة الا ربع نص ساعة هتبقى مستوية، تبدأي ان انتي تحطي الخضار بتاعك بعد طبعا ما نجهزه بالطريقة اللي هقولك عليها. لكن طبعا انا كنت عايزة اللحمة بتاعتي تبقى دايبة قوي لان احنا بنحبها كده. فانا حطيت المية الاول، يعني حطيت خطوة المية دي الاول علشان خاطر اللحمة تستوي براحتها. وحطيت المية، حطيت حوالي 3 كوبايات مية كبار بس مش كلهم مرة واحدة، يعني كان كل المية ما تقل اقوم مزودة مية تاني. قعدت حوالي على النار معايا ساعة، كل شوية كانت المية تقل كنت ازود تاني. حطيت كمان مكعب مرقة وهغطي عليها بقى واسيبها تستوي براحتها. هنا بقى معايا الخضار هجهزه، الخضار المتوفر عندك بسلة، جزر، كوسة، فاصوليا، كل الحاجات الحلوة دي موجودة في السوق دلوقتي، تقدري تعملي ميكس اللي انتوا بتحبوه ما بينهم وتحطيها. بصلاية مبشورة ما تقطعهاش، ابشريها على المبشرة بتبقى أحلى بكتير. معايا كمان معلقة ملح كبيرة، ودي تعتبر معلقة الملح الوحيدة اللي استخدمتها مع مكعب المرق، ما كنتش محتاجة ملح تاني. طبعا الملح بعد كده تقدري تظبطيه بعدين. معايا معلقة بابريكا، فلفل اسود، وشوية من القرفة حبة صغيرين قوي، وكمان زيهم من الخلنجان، بيدوا للطواجن كده ريحة وطعم كده حلو قوي. دي يعني السر اللي بنقعد نقول هو ليه طاجن البيت مش زي بتاع بره. دول بيدوا افتر تيست حلو قوي ومش بيبانوا ومش بياكلوا النكهة من بقية الحاجات. الخطوة دي مهمة قوي، انك كده تعملي ميكس كده حلو للخضار والبصل والتوابل مع بعض، وتسيبيهم يتبلوا مع بعض حبة حلوين، يعني ربع ساعة نص ساعة، بتخلي طعم الخضار حلو قوي. وطبعا اتفقنا لو انتي طبعا عايز اللحمة بتاعتك صغيرة هتبدأي ان انتي تشوحيه مع اللحمة قبل ما تحطي المية بتاعتك. بس انا طبعا لان انا كنت عايزة اللحمة بتاعتي تتهري وكل حاجة تبقى دايبة كده، بدأت طبعا ان انا اشوحها قبل ما احطها على الصلصة. ده كان شكل الصلصة بتاعتي بعد ساعة، لا زودت صلصة ولا زودت طماطم ولا اي حاجة، هو يدوبك كيس الصلصة والطماطميتين اللي انا كنت مقطعاهم، وبصوا لونهم رهيب. اللحمة كانت استوت وكله معايا زي الفل. هبتدي بقى ان انا اشوح الخضار بتاعي، هاخده كده في حبة زبدة واشوحه كويس جدا. انا مش عايزاه لونه يتغير، انا عايزاه يدبل ويطلع كل الروايح الحلوة اللي فيه، والخضار بتاعي يحتفظ بالمية بتاعته. هحطه بقى على الصلصة بتاعتي وابتدي ان انا اقلب كله مع بعضه واشوف كده بعيني انا بحب الطواجن بتاعتي يكون فيها صوص كتير ولا يكون الصوص على القد ولا متوسط. طبعا انا مش هرمي مش هروح اغسل الطاسة دي، هملاها مية وهزود بيها، لان انا بحب الطاجن بتاعي يكون فيه صوص حلو كده يتحط على الرز وناكل بيه. تمام.
زوّدت مَيّة زي ما أنا ما عايزة، دُقت ملحي لقيته مضبوط، تدوقي ملحِك بقى طبعًا في المرحلة دي تشوفيه مضبوط والّا لأ، وتسيبي الخضار بتاعِك يستوي تِلت ساعة كمان، تمام؟ في أثناء بقى التِلت ساعة دي هاحضّر معايا نُص كيلو من الدقيق، معلقة من الخميرة، معلقة من السُكّر، معلقة كبيرة من السمنة أو معلقتين من الزيت، ولو هتحطّي زبدة، الزبدة تحطّيها في الآخر خالص بعد ما تلمّي العجينة. رشة من الملح، وبعدين هاحط معايا هنا هابتدي بنُص كوباية مَيّة وهاعجن، ولو احتاج تاني مَيّة هاحط معايا لحد ما يكوّن معايا عجينة طرية ومش بتلزق، تمام؟ طبعًا بعد ما العجينة تتلم هاوريكِ تكنيك تمشي بيه في العجن بتاعِك، هيخلّي العجينة بتاعتِك stretch ومهما إن أنتِ فردتِ فيها على الطاجن تستحمل الحرارة والبخار بتاع الطاجن وما تقطّعش ولا تُقع من على الطاجن خالص، وهي عن طريق إن إحنا بنجيب العجينة ونعمل لها كده stretch على الرخامة عن طريق إن إحنا نمدّها عن طريق نضربها كده على الرخامة، ده بيخلّي العرق بتاعها قوي جدًا وبيخلّيها stretch جامد أوي، تمام؟ أعمل كده فيها شوية 5 دقايق وبعد كده لحد ما تنعم معايا أوي وأحطها تتخمّر. أنا حطيتها جنب عين البوتاجاز كانت شغالة بصراحة ومسخّنة الدنيا، ما فيش ربع ساعة بالضبط ولقيتها عِليت كده، قُمت واخداها بقى طبعًا أنا هاعمل 3 طواجن عندي، مش مهم الطاجن شكله إيه مربّع، مستطيل، مدوّر، مش مهم كلّه هيتحط عليه العجينة، أنا قسّمت 3 وطبعًا نوع الطاجن فخار، بورسلين، سيراميك، أي حاجة عندِك كلّه شغّال حتى لو صينية كلّه زي الفل، تمام، هابتدي بقى إن أنا أفرد العجينة بتاعتي وبعد كده عادي كإني باعمل عيش عادي جدًا، هافردها كده لحد ما تكون مدوّرة علشان خاطر أعرف أحطها على الطاجن بتاعي، هاخدها كده من جميع الاتجاهات وأدوّرها كويس علشان خاطر أعرف أفرد على وش الطاجن. خلّي بالكم الطواجن في الوقت دوّة كانت استوت، الخضار كان استوى وغرفت الطواجن وسِبتها تهدى شوية البخار بتاعها علشان خاطر أعرف أحط عليها العيش وأنا مرتاحة. الحركة دي حلوة جدًا، بامِد كده العجينة بين إيديّا علشان خاطر ما تبقاش حتّة تخينة وحتّة رفيّعة. هابتدي بقى إن أنا أحط العيش على وش الطاجن علشان خاطر يقفل كده عليها ويبقى شكله رهيب زي ما شُفناه في أول الفيديو. تبِّتي على الطروف كويس أوي علشان خاطر ما تلاقيهوش سقط منِّك جوّه الطاجن. بُصّوا برضه حتى الطاجن المُربّع عادي جدًا ودي طواجن بورسلين عادي، هابتدي إن أنا أغطّيها برضه، هاحط كل الطواجن بتاعتي على صينية، دي خطوة مهمة أوي علشان تعرفي تطلّعيه من الفرن بكل سهولة. بيضة مرشوش عليها شوية فانيليا أو حبّة فلفل أسود وملح ومعلقة خل. هابتدي إن أنا أعمل الطواجن بتاعتي وشّها وأرُش عليها بقى حبّة البركة وسمسم، بيبقى شكلهم حلو أوي وطعمهم كمان بيبقى جميل. فرن على درجة حرارة 200 هاحط الصينية بتاعتي ديّة كلّها على الطبلية بتاعة الفرن، اللي هو الصاج بتاع الفرن نَفْسه أقرب حاجة للنار، بتقعد حوالي 10 دقايق ولو الوش لسه ما استواش يعني لسه ما احمرِّش، هافتح عليه الشواية. أنا عندي الطاجن مستوي، أنا كل اللي أنا عايزة أسويه هو لقمة العيش اللي فوق. علشان الطاجن ما ينشفش منِّك أو يتحرق، تمام، تراقبيه كده كويس ما بتقعدش أكتر من ربع ساعة في الفرن. ده شكلها معانا في الآخر كانت تحفة، بجد حلوة جدًا وشكلها شيك أوي في العزومات، جربيها على ضمانتي، ولو عجبتِك الوصفة ما تنسيش تقولي لي رأيِك في التعليقات، واعملي الهشير كتير عشان توصل لناس كتير. سلام.